تسمعنا في ناس بتحب تعيش. انت دلوقتي هتعيش رعب وقصص رعب من السنين. ازيك يا علي؟ انا نور. لو بتسمع الريكورد ده دلوقتي في الغالب انا يا مت يا مش قادر اوصل لك بشكل شخصي. حكايتي غريبة شوية بس لازم تسمعها مني. انا في يوم عادي صحيت الصبح على صوت نوتيفيكيشن من موبايلي. فتحت الموبايل لقيت ابلكيشن جديد متحمل. شكله غريب، أيقونة لونها أسود مفيش عليها أي حاجة، مكتوب عليها رسائل. طبعا استغربت، ازاي وانا نايم احمل ابلكيشن؟ قلت يمكن تحديث جديد نزل. دخلت بصيت على الابلكيشن مفيهوش اي حاجة. حاولت امسحه برضه مفيش. دخلت تاني قلت يمكن في حاجة ممكن اتك عليها ولا حاجة. لما فتحته المرة التانية اتفاجئت بشاشة سوداء فيها رسالة واحدة بس: صباح الخير يا نور، ازيك النهاردة؟ حسيت ان جسمي اشعر. مين ده ولا ايه ده؟ حد بيراقبني؟ لقيت في مكان ان انا اكتب تكست فيه. كتبت مين معاه. الرد جه فوري وفي لحظتها. لقيت مكتوب: انا جارك اللي ساكن قصادك، بالظبط في الشقة اللي قدام بلكونتي، في شارع المرغني، عمارة من 12، شقة 7. ده عنواني بالظبط، وانا فعلا عندي شقة قدام بلكونتي. بس دي شقة مهجورة بقالها سنين. قررت اشوف الشقة اللي قدامي بنفسي من البلكونة، يمكن فيها حد. طلعت البلكونة وبصيت قدامي، لكن الشقة ضلمة ومقفولة، مستحيل حد يكون شايفني منها. رجعت تاني للابليكيشن وكتبت له: مش مصدقة، انت مين وعايز ايه بالظبط؟ على فكرة انا ممكن اعمل محضر فيه. بس اتصدمت لما لقيت الرد جه معاه صورة ليا وانا نايم في سريري بالليل من اليوم اللي قبليها. ولقيته كاتب لي: انا شايفك دايما يا نور، من سنين وانا براقبك. صراحة حسيت ان قلبي وقف. طب في كاميرات مزروعة في شقتي، ولا ده حد دخل وانا نايم، ولا حرامي، ولا ايه بالظبط؟ مكدبش عليك، طلبت البوليس. جالي ضابط محترم دور في كل حتة في الشقة، مفيش اي حاجة غريبة. وريتهم الابليكيشن، قال لي شكله فيروس، طب ما تحاول تمسحه. فهمته اني حاولت امسحه. قال لي مفيش حل، اعمل فورمات للموبايل. عملت فورمات للموبايل فعلا، ورجع الموبايل كأنه جديد. قلت خلاص، يبقى كده ارتحت منه. نمت شوية وصحيت على صوت نوتيفيكيشن جديدة.
لقيت التطبيق رجع تاني ومعاه رسالة مكتوب فيها: ليه خفت مني؟ أنا جاي أزورك النهاردة. بعد الرسالة دي مكدبش عليك، اترعبت، قفلت كل الأبواب كويس، حطيت كرسي ورا الباب ونمت وأنا مرعوب، بس الإرهاق والتعب غلبني. صحيت في نص الليل، الساعة بالظبط كانت 3. حسيت كأن في حد بيبص عليا. فتحت عيني، لقيت شخص واقف جنب السرير، شخص طويل لابس اسود، بس مش شايف وشه من الضلمة. الدم اتجمد في عروقي، ما قدرتش لا اتحرك ولا اصرخ. الشكل ده لقيته قاعد بيبص لي من غير ما يتحرك، وبعدين ميل عليا وهمس في ودني وقال لي: انت ما صحتش تستقبلني. صرخت، ولعت النور بسرعة، بس ما كانش فيه أي حاجة. دورت في الشقة كلها، كل حاجة مقفولة زي ما سبتها. رجعت تاني، بصيت في الموبايل، لقيت مبعوت لي رسالة جديدة بيقول لي: شفت شكلي؟ عجبتك؟ هتشوفني المرة الجاية، بس هحسسك بوجودي. ما اكدبش عليك، انا بعد اللي حصل اتصلت بحسام صاحبي، خفت احكي له على اللي حصل. قلت له: ما تيجي تبيت معايا، عشان حاسس ان انا تعبان وخايف يحصل لي حاجة. فعلا حسام جالي بالليل، قعدنا نتفرج على فيلم في الصالة، وفجأة موبايلي رن، رسالة جديدة من الابليكيشن. لقيت مكتوب: مش حلوة الضيافة كده يا نور، انت عزمت حد من غير ما تاخد رأيه. وريت الرسالة لحسام. حسام اترعب، قال لي: ده حد يعرفك ولا مين ده؟ حكيت له الحكاية. حسام بقى قاعد مذهول، مش فاهم ده ايه بالظبط. فجأة حسيت بإيد متلجة بتتحط على رقبتي من ورا. لفيت بسرعة، لكن مفيش حد. حسام بص عليا وقال لي: فيه يا نور، وشك اصفر ليه؟ قلت له: مفيش حاجة. ومرة واحدة لمبات الشقة كلها طفت، التلفزيون كمان قفل. حسام ولع كشف الموبايل وقال لي: لازم نخرج من هنا حالا. بس قبل ما نتحرك سمعنا صوت طفل بيضحك، طفل صغير، صوته جاي من أوضة النوم. وصلتني رسالة جديدة، رسالة بتقول: مش قلتلك هتشوفني؟ خرجت بسرعة أنا وحسام من الشقة، نزلنا جري على السلم. قررنا نروح لأحمد صاحبنا نبات عنده.
رحنا فعلا لأحمد وبيتنا عنده وحكينا له الحكاية. أحمد ما صدقناش لحد ما وريت له الابليكيشن ووريت له الرسائل اللي عليه. قررنا نروح العمارة اللي قدامي اللي اتبعت لي العنوان بتاعها أول رسالة. سألنا كل اللي كانوا موجودين، كله أنكر إن في حد موجود في الشقة دي. سألت البواب، قال لي الشقة دي كان ساكن فيها واحد اسمه سامح، كان شخص غريب وأفعاله غريبة ومش طبيعي. قال لي كان حتى لبسه غريب، كان دايما طالع ونازل معاه كتب. لحد ما في يوم سمعنا صوت صريخ جاي من الشقة دي. دخلنا لقينا سامح مرمي في نص الصالة ووشه عليه علامات خوف ورعب، وعرفنا انه ميت. لقينا جنبيه كتب كتير، رسومات غريبة ما فهمناش فيه ايه بالظبط. ولما سألنا أهله عرفنا إنه كان مريض نفسي، إنه دخل في حكايات الجن والشعوذة وتحضير الأرواح. ومن ساعتها الشقة مقفولة، محدش جه جنبها. حكيت للبواب كل اللي بيحصل لي، الراجل ما صدقش. ومشيت من عنده وأنا مش عارف أعمل إيه ولا أقول إيه. قعدت حوالي 5 أيام عند أحمد صاحبي، كانت الرسايل بطلت تتبعت لحد ما رجعت وقلت خلاص أكيد الموضوع عادة ومفيش حاجة تانية هتحصل. وعدى فعلا أول يوم، لكن تاني يوم صحيت على صوت نوتيفيكيشن جديدة ولقيت مكتوب بص وراك كده. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل يوم قصة جديدة.